أهلا بكم بفيديو جديد من أخبار المنتخب العراقي والكرة العراقية وأخبار انتقال اللاعبين العراقيين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الأخبار أول بأول. منتخب العراق الأولمبي اختتم معسكره التحضيري في البصرة قبل السفر إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة. مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيش المعسكر البصرة ناجح ولا تهمني نتائج المباريات الودية، ومن يبحث عن مصلحة الكرة العراقية يجب أن ليفرق بين المحلي والمحترف. اللاعب يوسف الإمامي ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي في البصرة ويشارك في آخر وحدة تدريبية قبل التوجه للكويت. شخصيات مؤثرة في الساحة الرياضية تضغط على اتحاد الكرة لإقالة راضي شنيش من المنتخب الأولمبي، حيث قد تكون التصفيات الآسيوية هي الأخيرة له. هناك رغبة بتعيين كادر جديد يقود المنتخب الأولمبي في كأس آسيا المقبلة وقد يكون أجنبي الجنسية. دانيال السعيد يصرح رسميا لموقع دياريو أزلتشيلية: لقد اتصلوا بمنتخب العراق وتبادلت الاهتمام مع مدربهم. لا أعرف كيف أكمل أوراقي في ستوكهولم ولكن سنفعلها. لقد زرت تشيلي مرة واحدة فقط لمدة أقل من أسبوع لم يسبق لي وأن زرت العراق من قبل. أفهم اللغة الإسبانية ويمكنني التحدث بها ولكن ليس بطلاقة. كرة القدم هي حياتي، أريد اللعب في دوري كبير مع نادي كبير. أمين الحموي: استدعائي للمنتخب الوطني حدث سأبقى فخور به ما حييت. العراق منتخب كبير وأتمنى أن أكون جزءا من تحقيق حلم الجماهير العراقية في التأهل إلى المونديال المقبل. كاساس شخصية محترمة ومدرب محترف في تفكيره وتعامله مع اللاعبين والمحيطين. لم أستطع السفر رفقة زملائي محترف السويد بسبب ارتباطي مع فريقي في آخر المباريات قبل التوقف الدولي، وسأتوجه مباشرة عقب المباراة إلى تايلاند للالتحاق بصفوف المنتخب العراقي. قبل التحاقه بمنتخب العراق الظهير حسين علي خاض مباراة نادي هيرينفين أساسيا لغاية الدقيقة 80 في المواجهة التي خسرها الفريق أمام بوهيد إيغليز ب3 أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة للدوري الهولندي الممتاز. قبل التحاقه بالمنتخب الأولمبي العراقي بلند حسن سجل هدفا وصنع هدفا آخر ليهدي نادي دي غرافشا بالفوز على تفينتي إيركوليس بهدفين ضمن الدوري الهولندي تحت 21 سنة. نادي هالمستاد أمير العماري حقق الفوز على سيريوس أندري السيناطي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شارك فيها العماري أساسيا حتى نهايتها، بينما دخل السيناطي بديلا في الدقائق الأخيرة ضمن الجولة 22 للدوري السويدي الممتاز. نادي سلوفاتسكو ميرخاس دوسكي ارتقى للمركز الثالث بترتيب الدوري التشيكي الممتاز بعد الفوز على